تعال نشتغل مع بعض الايوش، ودي بداية الايوش من الاول خالص. تمام. بعد كده خدنا ايوش وعرفنا ان اختصار لكلمة اسمها تمام او المحتوى العربي بتاعها انها معهد السلامة والصحة المهنية. تمام. وتعرفنا على إدارة السلامة والصحة المهنية وقلنا يعني ايه سيفتي، وعرفناه عن طريق حاجتين. تمام. وقلنا السلامة والصحة المهنية، وعاوزين نتعرف على 3 حاجات، وكنا عاوزين نتعرف عن العامل والمنشأة والبيئة، وكنا عاوزين نتعرف على التعرف والتقييم والتحكم وشوية قوانين ومعايير وإجراءات. ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة. تمام. بداية يعني بموضوع بتابع ل3 تي 3 ت. تمام. احنا بنعمل مع المخاطر حاجة اسمها 3 ت: تعرف، تقييم، تحكم. دلوقتي انا ماشي في البيت، ماشي في الموقع. تمام. مش ماشي في الموقع. عيني جت على المروحة. بما ان في فصل، احنا دلوقتي في فصل الصيف ومشغلين المراوح، بس المروحة دي الكفر بتاعها مش موجود، وبالتالي عيني جت على مين؟ مكان الخطر. عرف. تمام. عرف ان هنا ايه؟ عرفنا ان هنا في خطر ميكانيكي ممكن يؤدي الى اصابة ايه؟ مثلا انقطاع الايد، جرح، كلام من دوت. ممكن ايه التحكم فيه ازاي؟ ان ممكن تمام اعمل ازالة للمروحة ديت، اشيلها خالص نهائيا، امشي مروحة. تمام. او استبدالها، اجيب واحدة تانية. وان اعمل ايه؟ اعمل كده انا عملت ايه؟ عمل اسمه تحكم هندسي. واجيب الحاجز تمام اللي هو الكفر دوت، وابدا احطه على المروحة. كل ده تمام وسائل تحكم لما تيجي ايه تتعرف على المخاطر وتقييمها والتحكم فيها. هل ببدأ احط الحاجة ديت من دماغي؟ قال لي لا، انت بتتابع بعض القوانين وبعض المعايير وبعض الاجراءات. يعني ايه الكلام دوت؟ القوانين ده زي مثلا زي قانون خاص بالبلد اللي تحتك انت. تمام. اللي حضرتك فيها، كل بلد ليها ايه؟ لها قانون معين. يعني مثلا السعودية لها قانون، الامارات لها قانون، ومصر لها قانون. ده قوانين خاصة بيها. أشهر قانون موجود في مصر قانون العمل الرقم 12 سنة 2003، أشهر قانون موجود في مصر. تمام. دوت أي حد إيه محتار في أي جزء من أجزاء أو جزء صغير من السيفتي ممكن يرجع القانون ده. وبعض معايير زي إيه؟ زي معايير أوشا. أحد معايير قالت لي إن في عمل بيشتغل على ارتفاع 1.8 متر، ده كده بيعتبر عمل على ارتفاعات. ممكن اللي ايه اللي قال كده ان 1.8 ديت، مين اللي قالها كده؟ قالت كده الأوشا. مين اللي قال كده؟ تمام. وبالتالي اي حد هيشتغل على فوق 1.8 ابدأ احط ايه؟ احتياطاتي. تمام. اللي هي ايه؟ اجراءات التحكم على العمل على الارتفاعات. بص بقى يا معلم، الاجراءات دي ما هي ايه الا ايه؟ شوية الورقيات. وقبل اي شغلانة، ريسك اسسمنت. هنا الريسك من وجهة نظرك لازم تشوفه. تمام. ولازم تتبع تصريح العمل، تتبع نظام تصريح العمل. ده هي ايه؟ الاجراءات الورقيات. حاجة تانية اسمها ايه؟ تي بي تي. عارفينها طبعا، فاكرين تي بي تي طبعا. دوت تول بوكس ايه توك، هو حديث ما قبل العمل. كده انا عملت تعريف شامل وعام للسلامة والصحة المهنية، او تعريف السيفتي جنرال. يبقى هنا قلنا القانون 12 تمام رقم 12 2003، ده قانون. وقلنا تعرف وتقييم وتحكم 3. تمام. وقلنا اجراءات شبه التي بي تي. تمام. والتي دبليو تي ده تي بي تي دبليو. والار اي. الار اي هو الريسك اسسمنت، تصاريح العمل. تي بي تي معروف. اظن الموضوع سهل جدا، وانا مقسمه على برضه فئات، فالموضوع جميل مش وحش. ممكن الموضوع يكون جديد عليك وصعب، بس انا مسهلهولك جدا. بص يا سيدي، هدف من السيفتي ايه؟ نبدأ نقسم الموضوع ل3 شبه الوضعية دي. 3 قالك السيفتي عبارة عن علم بهدف حماية أول 3 اللي هما مين؟ طبعا العامل والمنشأة وطبعا البيئة. لما تيجي تحمي عامل هتيجي تحميه من ايه؟ تبدأ تحميه منين؟ من مخاطر. وقالك المخاطر دي تعرض ل3 ت. يبقى أنا عندي ال3 دول بيروحوا للمخاطر، والمخاطر بيروحوا ل3 ت. بعد المخاطر تروح 3 ت، وال3 ت تروح ال3 الباقيين. فال3 ت تعرف، تقييم، تحكم. تعرف على أماكن ايه؟ الخطر. تعرف على أماكن الخطر دي فين، ثم بتعمل لها تقييم،
ثم بتبدأ ايه تحط لها وسائل تحكم او السيطرة عليها. قالك دول بتحطهم من دماغك؟ قالك لأ، قالك طبعا من خلال اتباع بعض القوانين، طبعا بعض الايه معايير وبعض الإجراءات، طبعا الإجراءات ومنها تصحيح العمل وأي حاجة خاصة بالورقيات. سؤال بقى، تمام، أي حد يقدر يعمل نشاط داخل موقع من غير تصريح عمل؟ فلازم قبل ما أبدأ، قبل أي شغلانة لازم أعمل تصريح عمل. تصريح العمل ده بيتوضح فيه كل المخاطر اللي ممكن العامل يتعرض ليها، وكمان وسائل التحكم اللي ممكن اخدها، ومهمات الوقاية الشخصية ان العامل مفروض يلبسها. وده طبعا مكتوب فين؟ في تصاريح العمل. لازم طبعا قبل اي شغلانة يعمل ريسك اسسمنت، تمام كده، يبدأ يعمل تقييم المخاطر، دي